السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد لعمل بديل الجبنة الموتزاريلا، الجبنة الاقتصادية. اول حاجة هنسمي الله ونقول الوصفة بتاعتنا. اول حاجة حطيت طاسة على النار، حطيت فيها مكعبين من الزبدة، حطيت فيها معلقتين كبار من الدقيق، كنت محضرة معايا كمان كوباية من الحليب. طبعا بقلب الدقيق كأني بعمل بشاميل بالظبط، بقلب باستمرار. وطبعا لما اجي برضو اضيف اللبن اقلب على طول عشان ما يكتلش معايا. بتقلبي كأنك بتعملي بشاميل بالظبط. بتكوني محضرة معاكي 3 4 معالق كده من الجبنة الموتزاريلا، اي نوع يعني انت عاوزة تضيفيه. لو عندك جبنة تاني مثلا شيدر حطي اي حاجة، برضو بتديلها طعم، عشان طبعا انتوا عارفين الجبنة الموتزاريلا ما بتعمل يعني ما بيبقاش فيها نسبة من الملح كتير. فانا حطيت برضو زي ربع معلقة كده ملح، ما بحبش الملح كتير. قلبتها لغاية لما يعني اتمسكت معايا. بعد كده ضفت كمان كوباية من المية، يعني حطيت كوباية من الحليب وكوباية مية علشان خاطر تبقى سايلة كده معايا، تبقى زي الجبنة الكريمي. وبعد كده هي لما تبرد هتتماسك، ان شاء الله توفر لك كتير، وهتجربيها ان شاء الله وهتدعيلي. بعد كده انت لو عاوزة تحطيها في الفريزر وتبشريها لما تطلعيها حطيها